ليش هذه انا اعتبرها استضافه استثنائيه حق الاستاذ جاسم عندنا، لان انت جاي عند ناس معروفين ان خطهم اسوأ خط بالعالم كله يعني. وانتم عليكم حاليا، انت عليك ضغط مجتمعي انك يعني تحاول تحسن خط الفئه هذه ان شاء الله. اللي يعني قاعد يبهدلون الدنيا بخطهم السيء. ف... تمام. وهذه احد الدراسات الطريفه، يقول لك ان احصائيه في امريكا يقول لك ان سنويا في 7000 حاله وفاه بسبب خط الدكاتره السيء الغير مقروء، فيصير في الله يسببون ادويه يستر. غلط ويأثر على الدكاتره، يأثر على المرضى. طبعا عاد اتوقع الدراسه قديمه سمعت. الحين. شلون؟ اي، اقول سمعت مره ان في عندكم ماده حق طريقه كتابه الادويه، او هو ما ولا ادري، هالشيء لا هذا يمكن مو تكون قديمه صحيح؟ لان الوضع الحالي تغير. صار بالصيدله الوضع ان يمكن. اي، اغلبها بالكمبيوتر الوصفات وخلاص، بس تصل عند الصيدلي يوصل ممتاز. بالكمبيوتر. فبس الحمد لله ما داعي يعني نحط حياه الناس على المحك. الحمد لله. نسال الله يعطيكم الحمد العافيه. لله. الله طبعا يعافيك ويحفظك ان شاء الله. المحاور الحين ان شاء الله نحطها. ان شاء الله. اوكي. هذه ان شاء الله محاورنا اليوم في اللقاء. راح نتكلم باذن الله عن بدايه الفن الخط العربي بالتاريخ، بعدين نبدا عن تجربه الاستاذ جاسم مع الخط العربي، بعدين نتكلم عن انواع الخطوط العربيه في يومنا الحالي. اخر شيء المحور اتوقع يهم وايد ناس، كيف يبدا من يرغب بتعلم الخط. ان شاء الله. مايك عندك استاذ جاسم، لعلنا نبدا بالمحور الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان من علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا يعني مسيرة وتاريخ فن الخط العربي، احنا قاعد نتكلم عن تاريخ عمره ما يقارب 1400 سنة. هذا تاريخ الخط العربي فقط. يعني أنا ما راح أدخل في بداية الكتابة وأساس اللغة والحروف شلون ابتدت. فإحنا قاعد نتكلم عن فن مر بتطورات وايد كبيرة، وكانت طفرات حتى، ما هي تغييرات بسيطة. يعني مر في تغييرات جذرية عشان يوصل للمرحلة اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم. طبعا في شغلات جدا مهمة قبل ما نبتدي نشرح تاريخ فن الخط العربي، ان في مميزات لهذا الفن، وهذه المميزات ودي شوي بس نركز عليها، لان في اخر النقاش ان شاء الله ودي نتكلم عن مستقبل هذا الفن، وشلون ان هذه المميزات ممكن انها تختلف او انها تتغير. لكن في شغلات اساسيه ساهمت ان تشكل وتساهم في يعني خلينا نقول تشكيل شخصيه الفن بشكل عام، الفن الاسلامي مو بس الخط العربي. اول هذه الشغلات ان الخط العربي او الفنون الاسلاميه هي فنون روحانيه، بمعنى ان ارتباطها بالعقيده وبالاسلام ارتباط يعني صعب ان الواحد يوخرهم عن بعض، لان هذه البدايه، هذه الاساس. صحيح، حتى نلاقي والشاهد خطاطين مسيحيين، حتى في خطاط انسان معروف ما هو مسلم واحيانا يتبنى ويكتب العبارات الاسلاميه. هذه من ضمن الارتباطات الوثيقه ما بين بالضبط، وهو ارتباط جذري صعب ان احنا نفصل الموضوعين هذيل عن بعض. لذلك في تاريخ الفنون الاسلاميه، حتى في الحضارات اللي يعني كانت بارزه في الاسلام، على اختلاف انماطها وعلى اختلاف مناهجها ومذاهبها، لكن كانت ترتكز على اساس واحد اللي هو توحيد الخالق عز وجل، وان هذا الانسان هو فاني والله سبحانه وتعالى هو الباقي. هذه شغله جدا اساسيه. والشغله الثانيه المهمه واللي اعتمدت يمكن بعض مناهج او مدارس الفنون الحديثه بشكل عام، احنا قاعد نتكلم بالفن المعاصر او الفن الحديث، ان الفنون الاسلاميه هي فنون تعتمد على الترميز، هي فنون رمزيه. فاحنا عندنا اليوم مثلا من الفنون الحديثه عندنا الفن المفاهيمي او الفن الرمزي والفن التجريدي، هذه كلها اساسها وجذورها تعود الى الفنون الاسلاميه. عجيب. فهذه شغله يمكن قد تخفى على البعض، وشلون ان الفنان المسلم هو فنان مبتكر.
الفنون الإسلامية عمرها ما كانت انتحال أو تقليد لفن آخر. قد يعني تلتبس بعض المفاهيم خاصة في العمارة الإسلامية، وشلون أن العمارة كانت تقود الفنون الإسلامية بالنسبة للخط العربي والأرابيسك. الفنون العمارة الإسلامية كانت هي في المقدمة. يعني قد يلتبس الموضوع على البعض أن الفنان المسلم أو المعماري المسلم كان يأخذ بعض التصاميم يعني مثل اللي ينسخها ويضعها من ضمن الحضارة، وهذا شيء خاطئ. كان يضيف ويبتكر الفنان المسلم أمور جديدة وحديثة على التصاميم السابقة اللي كانت موجودة. وكل هذه التصاميم، حتى أنا يعني قاعد أتكلم في أدق التفاصيل بالنسبة لدخول الإضاءة داخل المبنى، التصميم الخارجي والتصميم الداخلي، هذه كلها أمور الفنان المسلم كان يحرص عليها أن يعني تعكس شخصية الفرد المسلم. لذلك هذا الفن هو من الخارج إلى الداخل، وارتباطه مع النفس واتصال النفس مع الله سبحانه وتعالى. لذلك أغلب العمارة الإسلامية اللي نشوفها من الخارج نجدها نوعا ما بسيطة، ومن الداخل نشوف التفاصيل اللي فيها. صحيح. فهذه كلها أمور شكلت شخصية الفنون الإسلامية بشكل عام. الحين نيجي حق تاريخ الخط وبداية رحلة الخط العربي. بدأت مع المصحف الشريف وكتابة المصاحف وتجميع المصاحف. ما راح أدخل في هذا الجانب بشكل كبير لأن في اختلافات جدا كبيرة، لكن أول 3 قرون من ظهور الإسلام كانت جدا مهمة، لأن شكلت أو كانت تعكس فترة الخط العربي الموزون. احنا الخط العربي مر في 3 فترات: فترة العهد الموزون، ومن ثم فترة العهد المنسوب، ومن ثم الأقلام ال6 في أيام الدولة العثمانية. ففترة العهد الموزون اللي ما يعرف حاليا بالخطوط الكوفية، وهو مصطلح ظهر لاحقا يمكن بالقرن الرابع الهجري، لكن باعتبار خلينا نفترض أن مسميات هذه الخطوط اللي ظهرت في خلال ال3 قرون الأولى هي الكوفيات بأنواعها، ويقال أن ظهر ما يقارب من 100 نوع من أنواع الخطوط الكوفية. طبعا ابتداء من الخط الكوفي المصحفي أو الكوفي القديم والقيرواني والمشرقي والمغربي، أنواع كثيرة جدا من الكوفي. ويمكن يسبقها نوع من أنواع الكتابة ما يعرف بالحجازي أو المكي أو المدني، هي مسميات واحدة لنفس الخط. وفي يعني شخصية جدا واضحة في هذا النوع من الخط أن ميلان الحروف جهة اليمين. ويذكر الباحث يوسف ذنون بأن كلما مالت الحروف جهة اليمين كانت أقدم. فلما كانوا يراجعون المخطوطات يعني يقيسون قدم المخطوطة باتجاه الحروف إلى اليمين. وطبعا هذا بحث جدا كبير يعني عمل الأستاذ يوسف ذنون، لكن المرحلة هذه جدا مهمة لأن كان في شخصية جدا واضحة في الخطوط الإسلامية، وكانت يعني المصاحف هي التي عكست هذا الفن بذاك الوقت. وكانت كذلك تعرف بفترة الحروف اليابسة أو الصلبة اللي هي الكوفيات. بعدها طبعا احنا قاعد نتكلم عن ال3 قرون الهجرية الأولى، وبعدها في الدولة الأموية والعباسية، تحديدا في الدولة العباسية ظهر يعني عهد جديد، وهو فترة العهد أو الخط المنسوب. والمنسوب نسبة إلى النسبة التي وضعها ابن مقلة، وهي وحدة قياس حديثة ابتكرها. ابن مقلة كان مهندس، فابتكر وحدة قياس. نحتاج ناخذ عنه خلفية أن هذا الإنسان أتوقع كان كان مفصلي في تاريخ الخط، فلو تشرح لنا منه بالضبط كان هو. صح. طبعا بداية التطور هذا كانت من بداية تقريبا القرن الرابع الهجري.
فابن مقلة أخذ الخطوط القديمة وطور عليها وابتكر وحدة قياس ومسميات حديثة للخط. سابقا أسامي الخطوط كانت اللي كان يرمز لها ما كان اسمها خط، كانت تسمى بأقلام. والقلم المشهور في فترة العهد المنسوب عفوا الموزون اللي هو قلم الطومار مثل الموجود عندنا بالصورة عدل اللي هو طبعا هذا شرح مبسط عن مبسط فكرة حق قلم الطومار. هو يعتمد على يعني نوع من أنواع الشعر، نوع من أنواع الحصن. فكانوا يجمعون شعيرات الحصان بمقدار تقريبا 24 شعرة، فكانت تشكل هذه الشعيرات بمقدار 24 قلم الطومار. بعدين في اشتقاقات قلم الطومار، احنا خلاص صار في عندنا الستاندرد اللي هو قلم الطومار، بعدين قلم الثلث اللي هو ثلث حجم الطومار، وقلم النصف وهو نصف قلم الطومار، والثلثين، وهلم جر من انواع الخطوط. وهذه كلها كانت اشكال، يعني طريقه الكتابه بالحروف والخط العربي كانت شكل واحد اللي هي الكوفيات بن واحد، كانت تكتب بهذه الاقلام. في فتره العهد الموزون وابن مقلة ابتدى بابتكار خط الثلث، وهو ما له اي علاقه ولا اتصال بالخطوط القديمه قلم الطومار وثلث الطومار، فطلع معنا خط لين حديث. في بعض المراجع تذكر ان هذه الخطوط اللينه كانت موجوده سابقا، لكن ما كانت لها مسميات او ما كان في ذاك الاهتمام يعني لها بدرجه وايد كبيره. فبدا ابن مقلة انه يطور على هذه الخطوط ويضع لها قواعد واساس واحجام هذه الخطوط تعود للدائره، ووضع مثل ما قلنا ابتكر وحده قياس النقطه. فمثلا الف الثلث مقدارها 7 نقط بالطول، الباء مقدارها 6 نقط بالعرض، وهلما جرى طبعا في قواعد خط الثلث. بعدها ابتدى في خط النسخ، واستمرت هذه الخطوط إلى تقريبا ابن البواب. طبعا هذه الأعلام أنا قاعد أتكلم عن ابن مقلة، بعد جاء ابن البواب وهو علم من أعلام الخط العربي، وطور على كتابة ابن مقلة وابتكر حتى خطوط حديثة. فصار في عندنا الخط الثلث العادي وخط الثلث الجليل، وظهرت انواع تقريبا 12 نوع من انواع الخطوط اللينه المتعارف عليها في ذاك الوقت، وقل الاهتمام نوعا ما في الخطوط اليابسه اللي هي الكوفيات، اللي هي ابتدت في ابتدت من بدايه خط المصاحف، وبدايه الخطوط اللينه هي النسخ والثلث كان مع ابن مقلة في فتره الخلافه الامويه، صحيح؟ الخلافه العباسيه. الخلافه العباسيه نعم. نهاية الخلافة العباسية ظهر عندنا خطاط جدا مهم، وهو ياقوت المستعصمي. ياقوت المستعصمي هذا كان يعني حلقة وصل بين الخلافة العباسية والخلافة العثمانية، وابتكر الخطوط، يعني قلص الخطوط اللي كانت موجودة عند ابن البواب إلى 6 أقلام، اللي هم النسخ والثلث، المحقق والريحاني، والرقاع، والتواقي. اعتقد لنا صوره حقهم، انا حاط يمكن اللي هم 6 انواع من الخطوط، وركز عليهم تركيز جدا كبير لدرجه ان في بدايه الدوله العثمانيه كانوا يستخدمون هذه الخطوط فقط. وفتره الدوله العثمانيه انا اعتبرها هي ذروه الخط، هي ذروه الخط وبداية عهد جديد للخط. ليش؟ لأن الدولة العثمانية بعد ما ركزوا على هذه الأقلام ال6 ابتكروا خطوط جديدة مثل الخط الديواني والديواني الجلي والرقعة والخط السنبلي. فصار في تركيز جدا كبير على الأقلام ال6 وعلى الخطوط اللي ابتكروها، وبدأوا شوي شوي يلغون 4 أقلام من الأقلام ال6 وركزوا على قلمين اللي هما النسخ والثلث، ولغوا التواقيع والرقاع والمحقق والريحاني.
فركزوا على النسخ والثلث وابتكروا خطوط حديثة. حديثة. انزين، في نهاية سقوط الدولة العثمانية إلى تقريبا قبل يمكن 15 سنة ما ظهر عندنا ولا خط. أنا قاعد أتكلم عن فترة يمكن 100 سنة ما ظهر ما في عندنا أي تطوير حق أي خط موجود كان. ما كان في تطوير لأي نوع من أنواع الخط. وهذه يعني طبعا ترجع لعدة أسباب. لعل أسبابها أغلبها ممكن سياسية، المسلمين صار مثلا في يعني شوف، سقوط الدولة العثمانية وبعدها اندثار الفن في ذاك الوقت، وأن شلون الفنون الإسلامية تقريبا ما كان لها قيمة. يعني يذكر بعض الخطاطين أن لوحاتهم كانت تعلق ويكتبون عليها مثل إعلانات لبيع المنازل. فهذه كانت يعني تدهور حال الفنون الإسلامية بشكل وايد كبير. لكن برزوا خطاطين وايد بعد سقوط الدولة العثمانية، ولعل من أبرز الخطاطين اللي ظهروا خلال ال 100 سنة اللي طافت الأستاذ داود بكتاش والأستاذ محمد أوزجاي، وهم يعني استكمال لسلسلة الخطاطين في الدولة العثمانية. كان يعني كل واحد فيهم عنده أسلوب جدا مميز في الكتابة والتراكيب الهندسية، وشلون ينقلون فلسفة الخط نفسه وفلسفة الفنون الإسلامية في أعمالهم. لكن ما ظهر خط جديد. ويمكن أنت ذكرت معلومة قبل شوي اللي هو الخطاط المسيحي اللي يعني كان يكتب الأحاديث والآيات، اللي هو وسام شوكت، ابتكر خط جديد اللي هو خط الوسام. وعليه يعني صار عليه كلام وايد كبير ان هذا مو خط حديث، وان هذا خط سمبولي وما عدل على الخط. انا بالنسبه لي ان هذه تجربه جدا ناجحه لخط حديث ظهر في الفتره الحاليه، ويمكن ما صار له وايد، يعني اعتقد 20 سنه يمكن من ابتكاره لهذا الخط. والفتره الاخيره يمكن اللي متابع استاذ وسام شوكت يلاحظ ان يعني حط أبجدية لهذه الحروف، لأن أول ما بدأ في هذا الخط كان عبارة عن لوحات، بعدها لا طور وسوى أبجدية كاملة لخط الوسام. طبعا في أنواع خطوط ثانية مثل الخط المعلى وخط الكوفي الحديث، هم هذه التجارب تستحق الصراحة الدراسة، لكن أعتقد هذين النموذجين يعني يحتاجون أن يتطورون أكثر. بالنسبة لي كنموذج مكتمل بالوقت الحالي اللي هو خط الوسام. فاحنا نلاحظ ان الخط العربي يعني هذه على عجاله مر بتطورات جدا كبيره من فتره العهد الموزون، ومن ثم المنسوب، بعدها الاقلام السته، بعدها الدوله العثمانيه وابتكار خطوط جديده، والوقت الحالي. وفي شغله يعني عند الخطاطين دائما يتنافسون ان يتقنون بعض اشكال الحروف لخطاطين قدماء. وانا بالنسبه لي يعني هذه شغله انا اتحسس منها، لان احسها نوعا ما رجعيه. لان الخطاط هو فنان، الفنان يحتاج انه يكون عنده بصمته الخاصه. يعني انا اليوم مثل ما اشوف ان في بعض النماذج المهمه في عالم الخط العربي، مثل في فتره الدوله العثمانيه مثل سامي حليم وغيرهم من الخطاطين، كل واحد فيهم كان عنده بصمه، وكل واحد فيهم كان مميز في اشكال حروفه، كانوا يضبطون القاعده ويتقنونها. لكن اشكال الحروف جدا مميزه لكل خطاط فيهم. انا اعتقد ان الخطاط اليوم يحتاج انه يكون عنده هذا المفهوم، على اساس انه يتقدم بالخط الى الامام، ما يرد لورا. بس ما يحتاج مثلا يكون عنده نقطه بدايه ينطلق منها، بحيث يكون عنده قاعده او اساس. حلو، هذه النقطه مهمه، لان انا اليوم اذا بغيت اتعلم احتاج انه يكون في منهج انا ابتدي فيه. عادل، ايوه. زين، هذا المنهج عادة أغلب الخطاطين يبتدون على منهج خاصة بالثلث والنسخ اللي هو منهج محمد شوقي. لكن أنا قاعد أتكلم بعد مرحلة الإتقان. أنا اليوم أتقنت القاعدة وأتقنت إشكال الحروف، شنو اللي راح أقدمه بعدين للخط؟ إذا أنا راح أرد لقبل ما سويت شيء. لكن مرحلة التعلم هذه جدا مهمة، لأن أنا أحتاج أستند على أساس أنا بالنهاية قاعد أتعلم خطوط كلاسيكية تقليدية. فالرجوع للقديم شيء مهم، لكن كفنان بعد ما أتقن هذا الفن شنو راح أقدم أنا لهذا الفن بالمستقبل. فتحتاج أساس قوي، بعد ذلك تنطلق في مرحلة
الابداع مثل ما نسميها، او مرحله التطوير، او مرحله بالضبط. التجربه الفريده، ان يكون كل خطاط يكون له تجربه فريده وله محاوله واجتهاد معين صح. في هذا المجال، هذا الفن. طبعا يعني موضوع الاجتهاد هذا مفتوح، وخاصة من الدارسين والعارفين واللي عندهم علم في يعني فن الخط العربي. يعني يمكن بعضهم يصير في عندهم حرج إذا سووا حركة جديدة أو ابتكار جديد أو شكل جديد للحرف. مع العلم أن الفترة الأخيرة قاعد ألاحظ أن قاعد يصير في كسر للقواعد بشكل وايد كبير، في نماذج وايد حلوة الأمانة، ما أنكر هذا الشيء، لكن في نماذج قاعد تصير اجتهادات على غير دراسة، وهذا اللي احنا ما نحبه. لكن لكل مجتهد نصيب بالنهاية. الواحد يشوف شنو اللي يناسب عينه ونظره من ناحية جمالية، والشيء اللي مو حلو يقدر يتركه. جميل جميل الكلام، وايد حلو. زين، قبل ما اعتقد نلم الموضوع في جانب تاريخ الخط، بس في سؤال موجود عندنا اللي هو الخط العربي ماخذ حيز كبير جدا من الفن الاسلامي ومن الفن العربي بشكل عام، الفن العربي الاسلامي. فشنو السبب الرئيسي اللي خلى مثلا لو نشوف مثلا الحضاره الرومانيه مثلا ما لاحظوا مثلا برزوا في جانب الكتابات، او مثلا حتى حاليا مجال الفنون في الانجليزي عند الغرب مثلا، مجال التايبوغرافي الخط عندهم مو وايد، مو ماخذ نفس الحيز اللي ماخذه حاليا الخط العربي في مجال الفنون، او في مجال على الاقل تاريخ الفنون الاسلاميه العربيه. شنو السبب الرئيسي اللي خلى الخط العربي ياخذ الحيز الكبير هذا؟ زين. في بعض المراجع تذكر ان السبب في هذه الشغله يرجع لموضوع ديني، وهو ان الاسلام حرم الصور، حرم تصوير ذوات الارواح. ف كابتكار حديث للفنان المسلم اتجه الى الكتابه، وجعل من الكتابه فن، لانه هو بالنهايه قاعد يمارس شعيره من شعائر الاسلام. انا قاعد اتكلم وهو بدا في كتابه كلام الله عز وجل، وهذه شغله يعني ما هي هينه، ما هي بسيطه ان الواحد يجود كتابته وحروفه ويطوعها لكتابه المصحف. تحتاج منا وقت، تحتاج منا جهد. الموضوع هذا حتى نطور في تصميم المصحف والصفحه الواحده داخل المصحف، الآية من وين تبتدي من وين تنتهي. صارت في ابتكارات حديثة حتى بما يتعلق بمواضع الآيات، وكثير من الشغلات ظهرت بالمصاحف ترجع إلى الخطاط نفسه، شلون إنه قدر يبتكر هذه الأمور. ف يعني هذا يمكن أبرز سبب اللي خلى موضوع اللغة العربية أو حروف اللغة العربية تقوم كفن، تاخذ مجال كبير في الفن الخط العربي. جميل جميل جدا. اعتقد الجانب الاول اللي هو تاريخ الفن العربي لميناه يعني، وانت جزاك الله خير ما قصرت في اوجزت وافدت في شرحه. الحين ودنا نتكلم عن تجربتك انت الشخصيه مع الخط العربي. شلون كانت بدايتك؟ الناس دائما تحب البدايات، تعرف، تحب تسمع البدايه شلون كانت عشان يعني تتشجع. فالبدايه وشنو الخطوات اللي مر فيها الاستاذ جاسم قبل ما يوصل مرحله انه لليوم، اللي هو انه مثلا الاجتهادات، اللي هو انك تحول الخط العربي من خط مكتوب على حبر ورق الى اعمال فنيه موجوده ما بين يعني مجسمات، ما بين اشياء على ساعات مثلا او غيرها. شنو البدايه ليومنا الحاضر؟ شنو التجربه هذه الجميله؟ أنا يمكن المقابلة السابقة كانت قبل كم يوم، ذكرت بدايتي مع الخط وشون ارتباطها كان مع أخوي الكبير، لأنه كان ما كان يخط حسب القواعد، لكن كان هو المدخل لي لعالم الخط العربي. فبعدها لما يعني كنت أتعلم بروحي أنا بالبداية، بعدها تعرفت على الأستاذ أيمن حسن. كنا احنا مجموعة صغيرة، أنا والأستاذ عبد العزيز صفران، الأستاذ جاسر الشمري، نايف هزاء، أستاذ جاسم معراج. أستاذ أيمن حسن كان توه راجع من تركيا وماخذ إجازة بالخط، فجزاه الله خير كان متطوع إنه يعلمنا الحكي هذا في سنة 2002 2003. فبعدها يعني بديت خلاص بمنهج الخط العربي وكتابة
الحروف المفردة وجملة ربي يسر ولا تعسر واتصالات الحروف والأمور. لكن الأمانة كنت يعني أروح وأرجع على الخط، ما كنت ملتزم في يعني ما كنت متفرغ للخط العربي بشكل كبير. والسبب انه كان في عندي اكثر من مجال وهوايه كنت امارسهم في ذاك الوقت. وكنت اشوف يعني مجال الخط العربي يحتاج وقت وايد طويل. ونوعا ما في ذاك الوقت ما كنت اشوف نفسي ان راح اوصل لمرحله الاتقان اللي راح اضيف للخط العربي. هذه يمكن الناس ما يدرون عنها. انا قاعد اتكلم الحكي هذا في 2004 2005، كنت توني داش الجامعه في 2005. طبعا مع الدراسة التهيت، وأنا نوعي ما أعرف أثبت على شيء واحد، لا أحب أجرب. فدخلت يعني في صوتيات وهندسة الصوت، و طبعا التصوير ما تصوير، دخلت بالغوص، تخصصت تصوير تحت الماء. فدشيت بأكثر من مجال لين ما تخرجت من الجامعة. قلت أنا الحين أحتاج بعد ما تخرجت وصرت متفرغ ما عندي شيء، لا وظيفة ولا شيء، قلت أحتاج أن أركز على شيء واحد. كان قدامي 3 مجالات: التصوير، الغوص، والخط. قلت أنا خلاص يعني راح أخذ قرار أن أكمل بالخط. يعني أنا أيام الجامعة ترى نادر ما حد يدري أن أنا كنت أخط، ما حد كان يدري أن أنا خطاط. والسوشيال ميديا حزتها ما كان مثل الحين يعني بالضبط ما يعني كان واحد كنت يحب معروف. شغله يعني. صح، كنت معروف اني غواص يعني. حتى كانت عندي تنزل بعض التصاريح بالجرايد مع فريق الغوص، كنت انا ماسك الاعلاميه. فنهائيا ما حد كان يدري ان انا لي علاقه بالخط العربي. فلما خذيت قرار ان اركز على الخط العربي، قلت انا احتاج اطلع من القالب اللي المتعارف عليه. لان انا نفسي يعني امارس هذا الفن يمكن في ذاك الوقت صار لي 15 سنه. انا مليت ان ادش معرض ولا اشوف لوحه داخل بيت، ولا احس يحتاج الخط هذا يطلع من المكان اللي هو فيه، يطلع من القالب اللي هو فيه. فاتجهت للهويات البصريه، تصميم الهويات البصريه من شعارات لافراد وشركات. ولقيت اقبال جدا كبير، ما لقيت اصلا ان في ناس يعني راح تستوعب جماليه الخط العربي يكون كشعار. فلقيت اقبال وايد كبير. بعدها شوي شوي بديت اتدرج واطور من الموضوع، وقامت تستهويني اعمال ثلاثيه الابعاد اللي هو تصميم ال 3 دي وتصميم المنتجات. ويمكن اول عمل سويته في هذا المجال كان مركز جابر، اللي هو المجسمات الجداريه، مبنى دار الاوبرا اللي داخل مركز جابر. بعدها اشتغلت لمتحف قطر الوطني، النوافذ الخارجيه، وهذا كان عمل تعاوني كولابوريشن بيني وبين فنان فرنسي. وبس عاد بعدها شوي شوي بديت اتدرج في الاعمال. طبعا واجهتني صعوبه وايد كبيره. احنا عندنا بالكويت، بالخليج العربي بشكل عام، نادر ما تحصل مكان يعني ينفذ لك عمل مجسم بحجم كبير ويطلع بجوده ممتازه. يعني خاصه اذا انا راح اسوي شيء اللي يعني كلاينت اندفجوال، ما هو شركه. لان الشركات عاده اللي قاعد اتعامل معاها اغلبها فيها معماريين وفيها شركات تنفذ، والشركات هذه تكون كبيره ويمكن غالبا تكون برا الكويت، ففي عندها قدره ان تنفذ مثل الاعمال هذه. فصار في عندي الحين خلاص انا امسك المشروع من الالف الى الياء، من تصميم، من تنفيذ، انواع مواد، الخامات. يعني صار في عندي مجال وايد كبير ومفتوح انه يعني اقدم اعمال حديثه بمجال الخط العربي، وتكون باحجام مختلفه ومواد مختلفه. هذه الشغله اللي كانت تنقصني انا بالبدايه الصراحه. لان يعني اول مشروعين مسكتهم كنت انا بس اصمم واشرف على التنفيذ. فلا الحين صرت ان انا امسك المشروع من الالف الى الياء على اساس ان اقدم عمل متكامل. جميل جميل، جواك الله. اتوقع عندك مشروع استثنائي وتجربه يعني صار عليها اقبال شديد، اتوقع يعطيك عروض من وراها، اللي هو مشروع الساعه.
الساعة مشروع الساعة. المكتوب عليها هذا الوقت سيمضي. هذا الساعة. أيوة. الساعة هذه شلون يعطيك الساعة. الفكرة يعني. الواحد أحيانا لما تجرب على ورق، مثلا تاخذ اي ورقة تشخبط عليها، هذه عادي ما تحاتي، بس إنك تشخبط أو يعني او انك تحاول تجرب على شيء قيم، على شيء له قيمته، صح. يعني الموضوع يحتاج جرأة ويحتاج شوي ثقة يعني. فالعبارة يعني العبارة اساسا هم جدا جميلة. فمنو منو الانسان اللي الهمك او شنو اللي الهمك تحط العبارة هذه؟ وشنو الهمك اصلا يعني موضوع الساعة؟ ما اتوقع في تجارب ناجحة وايد مرت علي من قبل ان تكون ساعة خلفيتها تكون مثلا خط او شيء خط. كذي. صح. بديت بالفكرة ب 2017، قاعد بالديوانية مع الشباب. وبذاك اليوم تقريبا او قبلها بيوم كنت قاري كتاب الارض الجديده، وكان ذاكر قصه القصه اللي ذكرها اللي تحتوي على هذه العباره، هذا الوقت سيمضي. فقاعد بالديوانيه والقلم طبعا معاي، فمسكت الورقه، قاعد اشوف واحد من الشباب بيده ساعه، فطرت ببالي الجمله على طول وسويت التصميم ونسيته. سويته بعدها كتصميم بسنه على تقريبا. ساعة يعني، كتصميم يكون حق لا، ساعة مو حق شيء. سويته يكون حد ساعة. اي حتى اي. التصميم كان مختلف يعني عن الشكل اللي سويته، لأن التصميم بالبداية كان دائري. لين سنة 2018، بداية 2018 يعني كانت وفاة الوالد، والموضوع هذا يعني الفترة وايد أثرت فيني. فتذكرت القصة، فقلت أحتاج شيء يذكرني بهالموضوع هذا، وأن هذا إن شاء الله وقته راح يعدي، وإن شاء الله يعني ممكن هالجملة هذه تخفف من يعني وقع الحادثة علي. فعلى طول رديت صممت الساعة، عفوا التصميم الجملة رديت صممتها. وتكلمت شركة، وهو مصنع متخصص في التعديل على الساعات. فكلمتهم، شريت الساعة ودزيتها لهم وسويت لهم التصميم اللي أبيه، وعلى طول سووا لي التصميم. طبعا أنا إيدي على قلبي جد حزتها، لأن الساعة يعني ما كانت رخيصة، وأنا مو من عشاق الساعات أصلا. ف يعني شريت الساعة وغيرت المينا، وحتى ان الساعة يعني طاحت كفالتها، قالوا لي ما نقدر ان نخلي نفس الكفالة، احنا راح نعطيك كفالتنا الخاصة كمصنع يعني، وشركة معروفة يعني. فتوكلت على الله وسويت التصميم، دزيته لهم، وبعد شهر و20 يوم، 21 يوم بالضبط، دزوا لي الساعة. ما شاء الله. هذه يعني العمل هذا كان خاص فيني يعني. بعد السنين هذه كلها ما اشتغلت على ولا مشروع حقي انا. فالمشروع هذا كان حقي انا، وماكو. استلمت الساعه اذكر من واحده من شركات التوصيل، صورتها ونزلتها، وما ادري انا شنو يعني كنت متخيل ان ردود الافعال ان انت شو مسوي، عافس الافعال كانت صدمه بالنسبه لي. هو شوف، وصار لما يصير كواليتي المنتج متناسب اي مع كواليتي العمل نفسه، يصير بالنهايه القطعه تصير قطعه فنيه يعني. لما اذا صار مثلا العمل الفني مستواه ما هو موازي حق مستوى القطعه اللي هو عليها، هني تصير عندك المشكله. صح. فالعمل الفني ما شاء الله مبين الكواليتي ماله ممتاز، ويعني وحتى تفاصيله مدروسه بحيث تكمل الساعه، ما تكون اوفر ولا تكون اقل يعني، بحيث تكون يعني شيء عمل قطعه تكون متكامله يعني. صح، انا حتى انحرصت ان المينا في شغلات تنشال منها علشان التركيز يكون على الخط. طبعا الشركه هذه يعني ممكن تغير لك لون الساعه، المواد اللي فيها. قلت انا ابي شيء وايد بسيط بس عشان الخط العربي يبين فيه يعني بشكل وايد كبير. فبعد ما نزلت الصوره بانستغرام وتويتر، يعني اقبال كان شيء يخرع يعني ساموا الساعة بدبلات سعرها أصلا. طبعا كان عندي شيء أساسي، أن هذه الساعة ذاك الوقت طبعا أنها ما تنباع، ولا راح أبيعها، ولا راح أسوي حق أحد عمل نفس شو اسمه، لأن شيء مميز هذا بالنهاية. بس الحين ما شاء الله يعني خلال الثلاث أشهر اللي طافوا يعني مرت علي ساعات نفس الجملة، نفس التصميم، نفس الجسمة، فصار في تكرار. فان شاء الله قريب راح انزل ساعه راح تكون ليميتد اديشن،
جميل. مبدئيا راح اي ان شاء الله راح تكون عدد ساعات 10 ساعات بس. المبلغ نوعا ما شوي راح يكون مرتفع، بس كلها هاند ميد، يعني آلية حتى حديثة بالتصميم الساعة. ان شاء الله راح تكون متوفرة يعني على بداية السنة الجاية اذا الله احيانا. تمام. هذه راح تصير تصميمك وتنفيذ شركه معينه راح تصير مثلا يعني، ولا شنو بالضبط؟ هو صانع ساعات متخصص بصناعة الساعات. فللحين انا قاعد اتواصل معاه طبعا على موضوع التصميم والمواد والالوان وهالامور هذه. للحين ما خلصنا من هالتفاصيل هذه، بس ان شاء الله من تخلص يعني راح هذه تبرز راح وتطلع راح لي. إيه راح ينزل اعلان، هذا اعلان حصري تقريبا يعني، ها؟ اعلان حصري هذا ان شاء الله. الواحد لازم زي شهر 10 هذه العدد هذا يبي لك طريقه حق تصفيه حق، ولا بتسوي قرعه ولا شو الطريقه الحين؟ والله من سبق لبق. شيء احلى صار لما تدش لين يصير احلى. وايد صح حلو، صح. وايد حلو، يعطيك العافيه. زين، الله يعافيك. هل من ضمن التجارب في بالك في المستقبل يعني الحين مثلا لاحظنا ان الفتره هذه خصوصا مع دخول إيه. الكمبيوترات على الخط، لاحظنا ان الخط جزء كبير منه تحول على الخطوط الرقميه اللي هي خطوط على الكمبيوترات والخطوط الجاهزه على التليفون او غيره. فهل إيه. جزء من تجارب او من محاولات تطوير الخط عند الخطاطين في المستقبل ان ينزلون الخط؟ احنا عندنا مثلا بالكويت مصورين ينزل لك مثلا بريسيت او فلتر معين بحيث ان اي واحد يقدر يستخدمه. فهل الخطاط ممكن راح يوصل مرحله انه ينزل خط معين بحيث يكون متداول يعني خط رقمي والمستخدمين يستخدمونه حق تصاميم او حق غيره يعني؟ اعتقد ايه. بس انا في مشروعين ببالي، واحد منهم تقريبا يعني بديت فيه. ما ودي ادخل بتفاصيلهم بشكل وايد كبير، لكن لهم علاقه بالموضوع اللي تكلمت فيه. واعتقد ان يعني عالم التكنولوجيا الحين هو اللي راح يدخل. احنا قاعد نتكلم ان هذه موجه قاعد تصير بكل العالم بكل القطاعات، يعني مو بس القطاع الفني. وذا اللي يلاحظ المجال، مجال الفنون والتصاميم بشكل عام، الجانب الرقمي قام يدخل فيها تقريبا قبل سنتين بشكل وايد كبير بالعالم بشكل عام، يعني مو بس بالخط العربي. فاعتقد هني دورنا ان احنا يعني نعيد حساباتنا مع الادوات والافكار وطريقه تنفيذ الاعمال شلون ممكن تصير. جميل. يعني واحده من الافكار اللي بالي ان الفن، فن الخط العربي، انه يكون متاح حق الكل بدون ما يمارس الخط. انه هو بس يفهم الفكره ومن خلال برمجه معينه يقدر يسوي تركيب. حلو. فاي يسوي تركيب اللي هو الشكل الكامل، مو بس مجرد كتابه السطر يعني. اعتقد اي الحين في خطوط موجوده ان واحد مثلا يكتب سطر بخط الثلث بس يكون ما يعتبر تركيب، يكون سطر، يكون كلام معين بس بدون ما يكون. صح. انا اللي قاعد اقوله ان انت تكتب الجمله ومن خلال برمجه معينه يتم تكوين الجمله. يعطيك تركيب فانت بس كامل يعني. او يعطيك يعني تركيب كامل. ابرز مثال مثلا الحين بارك عليكم شهر، مثلا الامهات بدل ما يكتبون على خطوط التليفون يدشون برنامج يكتبون بارك عليكم شهر يطلع لهم تصميم تركيب محترم كامل ويحطون التصميم يكون شيء بالضبط. يعني شيء بالضبط. نظيف ومرتب. ف... حلو وايد. فانت يعني المرحله هذه انا يعني الفكره هذه ليش فكرت فيها؟ لان في ناس وايد تبي تتعلم خط وبنفس الوقت ما عندها الوقت او ما عندها المال الكافي، او يعني شنو ما كان من عذر. لكن استمرار الفكره هذه تساعد على استمراريه الخط. انا ما يهمني ان انا اطلع مليون خطاط، يهمني انه يكون في خطاطين فاهمين. بس لاستمراريه الخط، لان الموضوع هذا قبل، خاصه في ايام الدوله العثمانيه، كان الخط كان يستخدم بكل مكان. عناوين المباني، الهيئات الحكوميه، المصاحف، الكتابه اليوميه، حتى الخطوط الطباعيه ترى طلعت بالدوله العثمانيه. فالابتكارات هذه والتكنولوجيا اللي كانت موجوده في ذاك الوقت ساهمت ان تحافظ على الخط العربي لليوم. ف فاحنا نحتاج حاليا يكفل ضمان واستمرار الخط العربي حق الاجيال القادمه. طبعا هذه شغله جدا مهمه. يعني الطفرات اللي صارت واللي ذكرتها انا في مسيره الخط العربي لازم تندرس، ولازم احنا نشوف شنو الشغلات اللي يعني ساهمت بالقفزات اللي صارت باشكال الحروف وانواع الخطوط، لان هذه راح تساعدنا احنا بعدين شلون
شلون نطلع ونبتكر اساليب جديده بما يتناسب طبعا مع القالب الفني الخاص بالحروف. جميل جميل جدا، جزاك الله خير. اعتقد يعني هذه نبذه، يعني ما اعتقد انها يوافي حق تجربتك، يعني في عندك تفاصيل ثانيه بعد وايد حلوه، لكن الوقت ما يسعفنا. الحين ودنا نتحرك ونروح حق السكشن جدا مهم، يهم وايد طلبه واتوقع يهم وايد من المشاهدين، اللي هو اللي وده يتعلم خط، شلون يبلش ومن وين. انا عن نفسي عندي تجربه بسيطه مع الخط، الحمد لله درست عند الاستاذ حسام، استاذ حسام المطر، يعني كانت من اروع التجارب. بدايتي، نعم الاستاذ طبعا، بدايتي كانت جدا بسيطه. كانت في احد في احد عطلات الصيف، فكنت في اكونتك انستغرام قاعد اشوف الصور. لما شفت صوره للامانه الحين ما اذكر شنو هي بالضبط، بس كان الخط جدا جميل لدرجه ان قلت مستحيل شيء جميل لهالدرجه وانا ما اروح اتعلمه. فمباشره دخلت سويت سيرش سريع سريع، بطلت مركز كويت من الاسلاميه، دشيت درست الخط كذا كذا، والحين الحمد لله يعني للحين احمد الله اني دخلت بالتجربه هذه. فانت سبحان الله احيانا تنزل بوستات ما تدري شنو تاثيرها، يعني واحده من التجارب اللي وايد حلوه مريت فيها، انك قبل سنه كان عندنا رحله خيريه كنا نجمع تبرعات، فواحده من الاعضاء معنا بالفريق اقترحت فكره ان ليش ما نبيع منتج معين ومن فلوسه نتكفل بالش اسمه بالمشروع او يعني حق المشروع الخيري. بالفعل صممت ميداليه مكتوب عليها على هذه الارض ما يستحق الحياه، ميداليه شفافه تتعلق حق السياره. الحمد لله اكثر ايماع تقريبا في وقت وجيز اكثر من 1000 دينار، وراحت كلها طبعا حق اللاجئين. فيعني انت تنزل بوست من هني واللاجئ يستفيد من هني، احيانا يكون تاثير الفن وايد اكبر من ما احنا نتصور. فاللي بيبلش يتعلم شنو الخطوه اللي هو وين يبلش، يعني شنو اول شيء يسويه؟ اول شغله لازم اللي يبي يتعلم يختار نوع الخط اللي يبي. لازم يختار نوع الخط. هل في تفضيل معين؟ هل لازم مثلا يبلش بالرقعه او يبلش بالنسخ او يبلش بالثلث؟ ابدا ابدا ابدا، يختار النوع الخط اللي يبيه، لان انت يعني عبد الله انت مريت بهذه التجربه، تدري يعني مشوار تعلم الخط يحتاج وقت ونوعا ما تفرغ على اساس ان انت تقدر تنجز. ف اذا انت تعلمت خط مو بالك او ما تبي، راح تترك الخط، يعني بعد شهر شهرين ما راح تستمر. وللاسف بعض الخطاطين قاعدين يروجون ان عشان تبتدي في مجال الخط العربي لازم الخط الرقعه. في ناس يتقبلون هالشيء، في ناس لا. وانا وايد يعني حتى يعني بالكومنتات يكتبون لي ان خاصه في فقره الاسئله يكتبون لي ان احنا ما كملنا بالخط لان استاذنا جبرنا ان نبدي بالرقعه واحنا مو حابين. فموضوع ان انت تختار نوع الخط اللي تبيه هذا جدا مهم. الخطوه اللي بعدها تختار الاستاذ المتمكن في هذا الخط. طبعا مو شرط بالديره اللي انت عايش فيها، لان موضوع الحين التواصل مع اي احد يعني بالعالم جدا سهل عن طريق الايميلات، ممكن تصير المراسله والتصحيح. وفي نموذج لبعض الطلبه عند احد الاساتذه في تركيا، يعني ما شاء الله تطور الخط عندهم صار جدا رهيب من خلال يعني بس التواصل عن بعد، حتى ما قعدوا مع اساتذتهم بشكل وايد كبير. فالموضوع جدا سهل ان الواحد يختار نوع الخط، بعدها يختار الاستاذ المتمكن بالخط. وجدا يعني شيء وايد وايد مهم التمرين المستمر. يعني اذكر استاذي ايمن يقول عشان تتقن الخط تحتاج ان تمارس الخط والكتابه لمده 5 ساعات باليوم. انا اليوم مو قاعد اقول 5 ساعات، نص ساعه باليوم، بس نص ساعه. لان التمرين انا اقول لك عن تجربه شخصيه، اليوم اذا انا قطعت الخط لمده شهر 3 أسابيع الى شهر، اكون مثلا مسافر ولا في عندي شغل، عشان ارجع للخط يعني يبيني يمكن يوم يومين بس عشان ايدي ترد تاخذ. فالعمليه اي يعني العمليه نفس ما انت تمرن عضلاتك او تمرن اي عضله بالجسم تحتاج ممارسه. انت توقف خلاص العضله تبدي تصغر فترد تذكرها بالحركه. فهذه جدا شغله وايد مهمه. وبعض الناس يعني
ما ينتبهون لها وتسبب لهم إحباط لأن ما يشوفون نتيجة في كتابتهم وتطور كتابتهم. هذه طبعا نقطة مهمة. ملاحظات الاسم. هل أي شخص يقدر يتعلم الخط ولا لازم يكون عنده موهبة؟ لأن في واحد مثلا يجرب يوم يومين يقول لك أنا ما تحسن مستواي، أنا مو تبع الخط، أنا مو هالشغلة مو لي يعني. لا، ما يعني ما هي انت اليوم ما راح تنولد خطاط. ما في احد بالعالم راح ينولد خطاط، وهذه شغله انا دائما اكررها. الجانب الابداعي هو ممكن يكون فطري، لكن جانب الممارسه هذا شيء مكتسب. الفنون بشكل عام هي يعني اشياء مكتسبه، بس انت نظرتك حق هذا الفن وابداعك شلون يطلع هذا موضوع ثاني. هذا شيء يعني قد يكون مكتسب، لكن اللي يفصل بيني وبين تقدم غيري الممارسه. انا كثر ما مارست كثر ما راح انجز، كثر ما راح اتطور كتابتي اسرع. ولازم يعني هم شغله يمكن ما ادري، لاحظت ان وايد يسالوني ان اركز على خط واحد ولا عادي ان ناخذ من كل انواع الخطوط. التركيز على خط واحد يعني مو بس وايد مهم. يعني انا اقول لك يمكن لا تعلم ولا خط ثاني، بس تعلم خط واحد. بعدين يعني بعد يمكن 2 3 سنين بعد ما انت تقطع شوط بالخط هذا، بعدها فكر يعني يمكن اذا تبي تتعلم خط ثاني. بس ان انت تدش باكثر من نوع من انواع الخطوط ما راح تضيع. وهل يعني اللي يتعلم إيه. الخط راح يتاثر او هل يتاثر عليه الكتابه اليوميه؟ هل يترتب عليه، هل تحسن الخط مع القلم الخط العربي يترتب عليه تحسن الكتابه اليوميه في القلم العادي الكتابه اليوميه؟ ودي اقول ايه. شكل خطك مثلنا استاذ جاسم. انا ايه يعني القصه هذه دائما اذكرها بدوراتي عشان اشجع بس المشتركين. انا خطي وايد مأساة بالكتابه العاديه. والقصه هذه اللي دائما اذكرها ان في واحده من مواد الجامعه الدكتور ما قدر يقرا من امتحان اللي انا كتبته الا اسم، بس الاسم اللي قدر يقراه. بغى يعطيني صفر بهالامتحان. فموضوع انه لو الاسم مو واضح كان ما اعرفك وما اعطاك صفر. انت ما عرفني اصلا. اي والله انت اشوى ان تكتب اسمي اسم بس زين اقدر وتفتح اكتبه. الخربط. فهذه شغله وايد مهمه، ان انت اليوم مو لازم خطك بالكتابه العاديه يكون جميل عشان انت تصير خطاط. نهائيا ما له اي علاقه. ممكن بعدين عاد انت لما تصير يعني هذه لما يصير في مستشارة عندك حق طلبة الطب خصوصا يعني. اي طبعا يعني ممكن بعدين انت لما يصير في عندك مقاقه والله تعدل خطك بالقلم الخط، وبعد ممارسه فتره طويله يصير عاد انت في والله اوكي ابي اكتب نفس الاسلوب لكن بقلم عادي. هذا موضوع ثاني. بس يعني هذه شغلات اساسيه يعني الواحد يحتاج انه يستوعبها قبل ما يبدي، علشان ما يصير في نوع من الاحباط. جميل جدا. احنا قلنا اللي بده يتعلم خط ياخذ 3 خطوات. الخطوه الاولى اختيار نوع الخط. هل ترشح نوع معين؟ مثلا اذا شخص ما عنده تفضيل حق خط معين، هل ترشح خط معين؟ يشوف الخطوط كلها جميله. هل ترشح شيء معين؟ الثلث طبعا. ثلث ها؟ خط الثلث يجمع تقريبا كل خواص الخطوط، من لين من صلابه، من كل شيء. فانت لما تتقن خط الثلث وتتعلم خط الثلث باقي انواع الخطوط يعني راح تكون شربة مية. ما راح يكون في عندك اي صعوبه في تعلم اي نوع من انواع الخطوط بعدها. جميل. فاحنا عندنا الموضوع الاول اختيار نوع الخط، الموضوع الثاني اختيار الاستاذ، الموضوع الثالث التدريب والممارسه اللي هو الخطوات الثلاثه. هل عندك ريكومنديشن معين حق مثلا الدور، مثلا اختيار نوع الخط؟ الحين واحد اختار الخط، اختيار الاستاذ او الماده المعينه. انا دريت انه ما شاء الله انت امس نزلت دوره خط الرقعه، فدوره مدتها كم ساعه تقريبا؟ هذه الدورة هو في محتوى موجود، مجرد ان انت تشترك بالدورة راح يكون في عندك اكسس على المحتوى، تقدر يعني تتعلم اي وقت. الفيديوهات راح تكون موجودة عندك، الكراسة موجودة عندك. فموضوع التعلم والممارسة هذا راح يكون موجود بأي وقت، يعني تقدر ترجع حق المحتوى. وفي خدمة نزلتها ثانية اللي هي المتابعة، بس أنا سكرتها لأن ما شاء الله العدد أمس يعني كان يعني فوق المتوقع.
مم. فوقفت سالفة المتابعة، لأن بالنهاية يحتاج أن أركز على المجموعة الأولى، ويمكن عاد بعدين أفتح حق مجموعة ثانية. مجموع تقريبا 10 دروس، تصحيح 10 دروس، وفي خطة واضحة راح تنبعث لهم إن شاء الله خلال هاليومين. وبعدها عاد تبدي عملية شو اسمه. بس يعني يمكن ذكرت الشغلة هذه أمس، اللي سجل وخذ بس المحتوى. يعني أنا وايد تعبت على المحتوى بالنسبة حق الفيديوهات والمادة التعليمية، عشان إنه يعني اكون انا مغطي كل شيء، ما يحتاج الواحد انه يرجع لاستاذ معين او انه او يكون في مواد احد خارجيه، يتابعه. يعني كراسه خارجيه او كذا يعني. بالضبط، يعني حاولت كثر ما اقدر ان اغطي كل تفاصيل خط الرقعه. جميل جميل جدا. خط الرقعه انا تجربتي الشخصيه بلشت فيه، وكان لانه بسيط حسيت اني متمكن منه بفتره بسيطه، فشجعني وايد اني اكمل وادخل على الخطوط الثانيه. ف حلو. خط رقعه جميل جدا يعني، وتقدر وسهل جدا تطبقه بالقلم العادي يعني. لو انت تركز صح. مثلا بالقلم هذا ممكن يطلع معك نتيجه حلوه بخط الرقعه. انا في طيب. في اي في مثل ورشه سريعه سويتها من خلال لايف من انستغرام، ونزلتها باليوتيوب يوتيوب حق موجوده. اي تحسين الكتابه اليوميه. ايش اسمها؟ شنو اللي بيحصل الفيديو على اليوتيوب؟ شنو اسمه بالضبط؟ والله شوف عبد الله، اقدر ارسل لك الرابط، ويعني بعد ما نخلص البث ممكن انه ينحط باللايف عندكم، على اساس ان الكل يستفيد، او بالستوري يعني. ممتاز ممتاز. يعني نحط الرابط اللي وده يشترك بدورة الرقعة، واللي وده يشوف اللي هو المحتوى الفيديو تحسين هندسة الخط. محتوى تحسين الخط. جميل جميل جدا. نعم. آخر شيء تدريب ممارسة. أنت قلت نص ساعة كافية أعتقد يعني، مع مو كافيه، بس هذا يعني هذا اقل شيء. أقل شيء مع يعني الحجر المفروض الناس عندها يو وقت وعندها يعني وشوف عبد الله، عندها احنا خطة. قاعد نتكلم عن فن كتابي. انت اداتك بممارسه الفن قلم. مهم. القلم ينحط بالمهبط، اي وقت انت تقدر تطلع القلم تكتب على ورق كلينكس، اي شيء. انا اكتب على اي شيء قدامي صراحه. يعني حتى جميل. مرات بالدوام اذا حتى ما عندي قلم خط، بقلم الرصاص بس اسوي فيه سمك معين وميلان معين واخط. فموضوع الممارسه ما راح يكون في عائق كبير انك انت تمارس الخط العربي. جميل جميل جدا. زين، أعتقد لما الموضوع أخذنا تفاصيله، ودنا الحين ننتقل حق فقرة الأسئلة، لأن في أسئلة عندي موجودة والوقت ان يعني ان شاء شاء الله. الله يسعفنا. باقي اللايف باقي له تقريبا 5 دقائق ويسكر. احنا نحاول نجاوب إيه. الاسئله. اذا مدانا ان ما شاء الله. مدانا فتحنا اللايف جديد ونكمل الاسئله الثانيه. ان ف شاء الله. انزين. آه... زين، في سؤال يقول لك: هل الاضافات الجماليه الحديثه اللي صارت زادت تستخدم التقنيات. الخط هي ساهمت في انتشار الفتره الاخيره؟ ممكن الى حد ما، اي. الى حد يعني ما، اي. هي تقصد التطبيقات الحديثه اللي صارت على على اي الخطوط لان اي شوف الخط التقليدي مو الكل يتقبله، واذواق الناس مختلفه. يعني انا هذا دائما ادش بهالنقاش هذا مع الاساتذه والخطاطين، ان اذواق الناس مختلفه. في ناس تتقبل الكلاسيك، في ناس تتقبل الطريقه الحديثه او المعاصره او الخط الحر بالكتابه. والموضوع هذا وايد متباين. يعني في مجموعه وايد كبيره تفضل التقليدي، وفي مجموعه وايد كبيره تفضل الحديث. فالشيء هذا ساهم طبعا، اي. جميل جميل جدا. يلا يعني على ايدكم اصعب ان شاء الله. انواع. ان حاولون شاء شوي، الله. نحاول شوي ننشر الخط زياده يعني صراحه. ان لما شاء الله. واحد يروح مجمع او يروح مثلا دار الاوبرا او غيره ويشوف الاعمال قدامه، يصير الخط وايد اقرب حق ذهنه من لما انه صح. يحتاج، لو لازم تحتاج تفتح مصدر خط وتدوره بمخطوط او غيره. في سؤال: صح. ما هو اصعب انواع الخطوط؟ هل في خط صعب وخط سهل مثلا؟ في خطوط فيها تفاصيل اكثر من الثانيه، لكن اعتقد يعني درجه الصعوبه بانواع الخطوط تقريبا واحده. مو صعب. يعني هو الموضوع يحتاج ان تستوعب كميه المعلومات اللي بالخط بس. بس اذا بقول في خط صعب او في تفاصيل وايد، اللي هو الثلث. هو اللي فيه تفاصيل ويحتاج يعني تدريب وتركيز اكثر يعني. بالضبط. زين، اذا كانت الثلث شنو ترتيب مثلا الخطوط الثانيه؟ هل في عشان اذا واحد مثلا وده يتدرج في التدريب او غيره؟ الثلث، بعدها النسخ، بعدها
او لا، الثلث بعدها خط التعليق، وبعدين النسخ، بعدين عاد الديواني، بعدين الرقعة. ديواني والرقعة، هذا ترتيبهم يعني. جميل إيه. جدا. وفي سؤال يقول إذا كنت تفضل خط الثلث ليش نزلت دورة رقعة؟ يعني هل لأن الوقت حال يعني شنو يعني هل لأن الوقت حاليا يسعفك تنزل هل أنت المادة اللي محضرها حاليا هي حق الرقعة؟ وهل أنت ناوي تنزل شيء لا، حق الثلث في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله. كدورة؟ يعني الخطة ان انزل كل انواع الخطوط، بس بديت بالرقعة لان صار في عندي وقت ان انا انزل دورة الرقعة. واوريدي انا اقدم فيها دورات، فتقريبا المحتوى موجود. ما نزلت الثلث لان احتاج يمكن شهر كامل عشان اقدر اخلص من المحتوى كامل. لان انا قاعد اصور الفيديوهات وقاعد اكتب الكراسة بنفسي، فالموضوع هذا ياخذ وقت وايد طويل. يعني انا دورة الرقعة ترى ما خلصت منها الا قبل كم يوم، يعني تقريبا 3 اسابيع وانا قاعد اشتغل عليها. ما شاء الله، قواك الله، خوش الشغل. الله يقويك. جزاك الله خير. شوف بعد شنو السؤال اللي بعده. اعتقد البث يمكن إيه. بيسكر الحين. اي تقريبا، يعني الحين باقي تقريبا سؤالين. تمام. المفروض الحين خلال 30 ثانية ممكن يسكر. احنا هذا لما ينقطع فينا نسوي ان شاء الله. نطلع يلا، ما في مشكلة. طبعا الدورات متوفرة حق الكل. يعني هل انت ناوي المستقبل انك تسوي دورات بحضور اشخاص ولا تصير كلها اونلاين؟ لان في ناس مثلا يسالون هل راح يكون في دورات اكيد حق اكيد دول ثانية مثلا دول الخليج والسعودية او غيرها؟ اكيد اكيد ان شاء الله. م. حتى تنصح بالكويت مثلا يعني راح يصير. اي اي. اقصد تنصح ان الانسان بعد ما يتعلم بينه وبين نفسه ويطور م. مثلا يصير عنده مستوى جيد مع الكراسه انه يروح عند استاذ معين او يروح عند خطاط معين ويصحح له. بمقدار تقريبا 3 ساعات باليوم. ما شاء تمام. الله. يعطيكم العافيه. باقي شيء بسيط بس نستكمله مع الاستاذ جاسم. سؤالين تقريبا. عبد الله من والله لا. جاسم. ايه ايش كنا قاعدين نقول؟ نكمل الموضوع اللي هو التدريب. اعتقد اللي هو كنا واقفين عنده اللي هو الانسان بعد ما اي. يخلص شوف، يعني عبد الله من خلال الدورات اللي سويتها قبل، يعني اطول دوره سويتها 5 ايام، بمقدار تقريبا 3 ساعات باليوم. والخط هذا كان نوع من انواع الخطوط الحديثه اللي هو الكوفي الحديث. خلال 5 ايام و3 ساعات باليوم في ناس قدرت ان تستوعب المعلومات وتكمل بروحها، بس لانه هذا خط ما في تعقيد، ما في تفاصيل وايد. فالدورات اللي كنت اسويها تقريبا خاصه خط الرقعه وتحسين الخط كانت 3 ايام. فكنت الاحظ ان شوي الموضوع قد يستصعب من بعض المشتركين. يعني صارت عندي فكره ان انا اسوي الاونلاين راح يكون وايد احسن. الواحد يقدر يرجع حق المحتوى، يقدر يستوعب كميه المعلومات الموجوده. ممكن يعيد الدرس مره مرتين وثلاث. بالضبط، لين تركز المعلومه في ماده تدريبيه انا اشتغلت عليها. فهذه امور يعني ان شاء الله تساعد ان يعني الواحد يستمر والمعلومات موجوده عنده بالنهايه يقدر يرجع لها اي وقت. جميل، جميل جدا. اعتقد عندنا اخر سؤالين. هل في مصادر جيده ثانيه حق الخطوط؟ مثلا ترشح لنا مصدر حق الرقعه، مصدر حق الثلث اللي بده يتعلم. زين. اغلب هذه المصادر تعتمد على، يعني اللي راح يتعلم يحتاج انه يعني يعرف اساسيات او قواعد طريقه الكتابه والتعلم. يعني احسن كراسه طبعا، افضل كراسه بالثلث اللي هو محمد شوقي، كراسه شوقي. اللي راح يشوف الكراسه راح يتعقد، ممكن يسكر الكراسه او يبروزها يعني بالجسمه، لان عباره عن لوحه فنيه معقده.
فإذا الواحد قدر يستوعب ويفهم قواعد الحروف، والله الألف مثلا عبارة عن 7 نقط، الباء 6 نقط، طريقة كتابة السطر، ارتكاز الحرف على السطر، ميلان الحرف، الأمور هذه ممكن إنه يتعلم. بس ما أفضل إنه يبتدي كذي بروحه، على الأقل إنه يكون في أحد يشرح له بس الأساسيات، بعدها مو مشكلة إنه بس يقدر. طريقة مسكة القلم، إعلان القلم وغيرها من الأشياء هذه. هالأمور هذه وايد أساسية. زين، هل في مكان حاليا تنصح منه الواحد؟ حاليا تدري الأماكن أغلبها مسكرة، فهل في مكان أونلاين تنصح فيه واحد ممكن ياخذ من الأدوات إذا بده يبلش يكتب القلم أو غيره؟ بالكويت في عندنا مكتبة مقهوي، يمكن أنا أمس حطيتها باللايف، واللي يدخل على الهايلايت عندي، أول هايلايت اللي هو دورة خط الرقعة، في واحد من البوستات أنا حاط العنوان وطريقة التواصل معهم. باجي دول الخليج الحين قاعد أشوف واحد من المتاجر الإلكترونية اللي توفر كل أدوات الخط، قاعد أحاول، بس الحين قاعد أسوي مثل باكج معين على أساس أن الكل يقدر يطلب من كل الخليج. حاليا اللي بده يبلش في شنو الشغلات اللي حيل أساسية عشان يبلش فيها؟ يحتاج قلم خط شيني، قلم خط اللي هو يكون فيه أحجام 3 ملي أو 2 ملي. أعتقد في بعضهم من بعض القرطاسية، بس الحين مسكرين. المقهوي عنده كل قهوة. شو اسمه، عنده أنواع الأقلام، وورق كوشيه، الورق الناعم الجلوسي. اللي يلمع، ما يكون ورق الاي 4 العادي، يكون في عادي ممكن يستخدم، بس الجلوسي والناعم وايد أحسن، اريح في الكتابة، وايد أريح في الكتابة. ممتاز، جميل جدا. زين، هل في خطة خطة في المستقبل انك تنزل منتجات عليها خط عربي؟ حاليا في السوق في منتجات عليها خط عربي، بس الكواليتي مو لهناك. يعني في سوالف قرقعان تنزل كذا كذا، بس كواليتي الخط مو الكواليتي اللي واحد صدق وده يقتنيه. يعني مو مرحله انه يكون قطعه فنيه انه واحد ياخذه ويحطه عنده مثلا. فهل انت مخطط الفتره الجايه انه يكون عندك عمل فني او قطعه او منتج فني بحيث الناس ممكن يقتنونه ويحطون عندهم، زين، يكون صالح للاقتناء يعني؟ قبل سنة بالضبط نزلت منتج، وكان تعاون مع شركة جيت هاوس، شركة عقارية هي، عبارة عن دامة لكن فيها فكرة الخط الكوفي المربع. مثل هالشغلات أنا وايد أحرص على موضوعين. طبعا غير الفكرة، المادة اللي راح استخدمها بالمنتج، وطريقة كتابة الخط على المنتج. ولسبب وايد مهم، طبعا غير ان انت قاعد تعطي، يعني قاعد تضيف حق الخط العربي من خلال هذه الافكار والمواد وطريقه المحتوى. شغله ثانيه، لان التقليد احنا عندنا يعني جدا سهل. انت اليوم تنزل منتج، باكر 10 ممكن يقلدونك. في واحد من المنتجات اللي كنت انا بادي فيها بال 2014 وقفتها بهالسبه هذه. فموضوع ان انت تصعب على اللي راح يقلد، هذا يخليك يعني تتعب على المنتج، فشوي تاخذ وقتك انت على ما تطلع المنتج. حاليا في عندي غير لعبه الدامه، في عندي منتجين جاهزين ان شاء الله ان يتم بيعهم، بس للحين ما اعلنت عنهم. تدري الاوضاع اللي صارت، المفروض انه برمضان واحد منهم ينزل، بس ما اعلنت عنهم للحين. طبعا الدامه راح، يعني انا سويت تقريبا 500 قطعه كلها خلصت، الحين راح ارد انتج مره ثانيه منها، يمكن مواد مختلفه على اساس انه اقلل بس السعر، بس يهمني جوده المنتج. المنتج في النهايه تكون جوده مرضيه. فهذه شغله انا وايد قاعد اركز عليها الحين، هي تصميم المنتجات والمجسمات. فحتى المجسمات قاعد احاول اسوي مجسمات صغيره ممكن تنحط على مكتب، على تكون من ضمن تصميم البيت، سواء على الطوفه او شغلات ستاند الون، يعني سكالبتشرز. فهذه الشغلات احرص دائما اسويها، لان تعطيك بعد مختلف حق الخط والكتابه وطريقه الجمله. يعني يمكن في ناس عندها موضوع الخط العربي والقاعده هي الاساس، انا بالنسبه لي الجانب الجمالي بالحروف هو الاساس. انا كخطاط اليوم مرجعيتي الحرف العربي، شنو تطبيق انا اقدر انقل فيه جماليه الحرف العربي؟ هذه وجهه نظري الشخصيه، راح اطبق الفكره هذا على اساس محافظه على اللغه العربيه وهم الخط العربي.
جميل جميل جدا. الله يوفقك ويعينك، ومنتظرين احنا مترقبين المنتجات ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. اعتقد لمينا اغلب الاسئله. في سؤال عن الزخرفه، ما هي مصادر الزخرفه ممكن واحد يستعين فيها؟ الزخرفه والله مجال بحر يعني. إذا الخط العربي بحر، فمجال الزخرفة يعني بحر أكثر منه، لأن عندنا احنا الزخارف النباتية، والزخارف النباتية فيها يعني أكثر من مدرسة. عندنا المدرسة الإيرانية والتركية، بعدين عندنا الزخارف الهندسية وطريقة حسبتها والهندسة اللي فيها والأرقام. فموضوع وايد معقد، ما عندي إلمام وايد كبير فيه. أنا من الناس اللي أحب أبسط العمل كثر ما أقدر، فحتى إذا بغيت أسوي لوحة ما أدخل فيها الزخرفة. بالنسبة لي يعني لوحة مزخرفة بروحها اي لوحة مزخرفة كافية بروحها يعني. بالضبط. لوحة مزخرفة بدون حروف بالنسبة لي أحلى من ما يكون فيها يعني حروف وزخرفة. أحس إنه وايد لوية يعني. وايد فن. وايد تصير زحمة اللوحة. ايه صح يعني. فهذه شغلات تعتمد يعني على ذائقة الفنان. جميل. وهل المنتجات راح يكون من ضمنها أشياء يومية استهلاكية؟ يعني مثلا هل في مثلا هل راح يكون مثلا كفرات او الاشياء اللي الناس تستهلكها بشكل يومي، كفرات ما ادري يكون مج او لوحات؟ راح تكون اشياء في مج راح يكون، وفي مبخرين نشتغل عليهم. واحد منهم تقريبا خالص، الثاني للحين. الباقي ما اقدر اعلن عنه الحين. بس يعطيك العافيه، جزاك الله خير. الله يعافيك، يعطيكم العافيه. اخر نقطه هذه اللي انا اعيدها ثالث مره اعيدها عشان بس الكل يستفيد، اللي هو اللي وده يبلش تعلم الخط